الاهلي هيلاعب سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا، مباراه صعبه جدا. مدرب سيمبا هو عبد الحق بن شيخه، وده كان بيدرب اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي لما كسب الاهلي. اذا انت هتلاعب مدرب لعبت قدامه قبل كده ما قدرتش تسجل فيه اهداف، وسجل فيك هدف، ما كنتش في افضل اداء ليك. حتى لو كنت وصلت مره ولا اتنين، فانت لازم تبقى عارف نقاط القوه عند المدرب ده والضعف في بناء اللعب. لازم تبقى عارف ان المدرب ده بيقفل دفاعاته بشكل قوي جدا، وكمان بيلعب على المرتدات. فكولر اكيد ذاكر كل ده، لكن لازم اللعيبه في المباراه دي تطلع باقل الخسائر. لازم النادي الاهلي يطلع باقل الخسائر، سواء من اصابات ان شاء الله ما يحصلش اي اصابات، واللعيبه تطلع كلها سليمه، لان احنا مش حمل اصابه جديده في اي مركز في النادي الاهلي. كمان لازم نطلع باقل الخسائر، ما نستقبلش اهداف، ونقدر ان شاء الله نسجل هدف. اتوقع ان شاء الله التشكيل، او اتوقع الاول نتيجه المباراه ان احنا ان شاء الله هنكسب 2-1 او هنتعادل 1-1. اما الاهلي هيكسب 2-1 او هنتعادل 1-1. التشكيل المتوقع مع كولر: في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، وان كنت لسه بقول بفضل ايمن اكرم توفيق. قلبين الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وفي الباك الشمال علي معلول. في نص الملعب في مركز رقم 6 مروان عطيه، على يمينه عمرو السوليه، وعلى شماله احمد نبيل كوكا. وفي الشق الامامي اتوقع ان هو هيبدا بمودست راس حربه، وعلى يمينه بيرسي تاو، وعلى شماله هيبدا برضا سليم. ده التشكيل المتوقع للاهلي قدام سيمبا. ده التشكيل اللي كولر بيفكر فيه. وان كنت انا لو في حد بديل لمروان عطيه، كنا ممكن نخلي مروان عطيه يرتاح، لان مروان عطيه عمل مجهود كبير جدا في المباراتين اللي كانوا مع منتخب مصر. وبشوف ان شاء الله محتاجين شويه تركيز، محتاجين نقلل من الاخطاء بشكل كبير جدا. اخطائنا تبقى قليله في الخط الامامي او الخط الخلفي، يعني لو جات لنا فرصه نستغلها ونقدر نسجل منها هدف. نستغل انصاف الفرص، خطا من مدافع، كرة مرتدة، هجمة مرتدة، أي حاجة لازم نستغل، حتى من كرة ثابتة نستغل إن احنا نسجل هدف. وفي الشق الدفاعي أخطائنا تكون قليلة جدا، خطوطنا تكون قريبة من بعضها، ما يكونش فيه أخطاء بشكل متكرر في التمركز، أخطاء في التغطية. لازم اللعيبة تاخد بالها شوية، علشان المباراة دي لو احنا قدرنا إن احنا إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية هناك، هنقدر إن احنا نكسب هنا بسكور، ونقدر نصعد إن شاء الله من المباراة دي. مباراة مهمة جدا مع الإصابات اللي موجودة في الأهلي حاليا والناس اللي غايبه عن الاهلي، فاكيد المباراه هتكون صعبه علينا، عشان كده لازم يكون فيها تركيز بنسبه 100%. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله اتوقع ان الاهلي هيكسب 2-1 او هيتعادل 1-1. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.